أثابكم الله. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السؤال: كيف يكون الإنكار باليد واللسان والقلب؟ أرجو التوضيح. الإنكار باليد للسلطة، لمن عنده سلطة، ولي الأمر أو رجال الحسبة أو صاحب البيت، لأن صاحب البيت له يد وسلطة على بيته. فاليد لمن له سلطة، فإنه يستعمل اليد ويزيل المنكر بيده. فإن لم يكن له سلطة وهو يقدر على الإنكار باللسان، عنده معرفة بالعلم والمنكر وعلاج المنكرات، فإنه ينكر بلسانه بالنصيحة والموعظة والدعوة إلى الله وإبلاغ المسؤولين. فإذا لم يكن عنده استطاعة باللسان، ما عنده علم ولا معرفة، أو عنده علم ومعرفة هو منع من الكلام ومنع، فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل أهل المنكر ويبتعد عنهم. نعم.